أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم نناقش فيها الدبلوماسية الجزائرية وقرار تعيين سفير جديد في إسبانيا بعد نحو 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي. إذا عينت الجزائر سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد حوالي 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي الناجم عن تغير موقف مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس. وقالت الوزارة في بيان أن الحكومة الإسبانية وافقت على تعيين السيد عبد الفتاح دغموم سفيرا للجزائر في مدريد، وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في مارس 2022 احتجاجا على تغيير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. ثم قامت السلطات الجزائرية بعدها ب3 أشهر بتجميد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بكل ما كان لذلك من تداعي. وافقت الحكومة الإسبانية على تعيين عبد الفتاح دغموم سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية لدى مملكة إسبانيا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس. حكومة سانشيز توافق على تعيين سفير جديد للجزائر لدى المملكة الإسبانية. كشف بيان الخارجية عن تعيين عبد الفتاح دغموم سفيرا مفوضا فوق العادة لدى إسبانيا. الخارجية اكتفت بإعلان مقتضب دون تفاصيل عن انفراج أزمة العلاقات بين البلدين. الصحافة هي الأخرى اكتفت بنشر برقية وكالة الأنباء بلا تعليق ولا تذكير بالخلفيات. العلاقات بين البلدين توترت ربيع العام الماضي بسبب الموقف من القضية الصحراوية. موقف إسبانيا المؤيد لمخطط الحكم الذاتي المغربي أغضب الجزائر فصعدت الموقف. الجزائر استدعت سفيرها في 19 مارس 2022 يوما واحدا بعد رسالة سانشيز لملك المغرب. جوان 2022 تجمد الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين، تصعيد أثر سلبا في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاعات الطاقة والخزف والصناعات الغذائية والبناء. عودة السفير الجزائري إلى مدريد كانت بطلب من الجزائر حسب مصادر إسبانية. في الجزائر زهد الجميع في ذكر المستجدات أو التغيرات التي دفعت السلطة للتراجع عن قرارها. عاد السفير الجزائري وعادت العلاقات بين البلدين رغم أن أسباب الأزمة ما تزال قائمة. ففي أي خانة يصنف هذا القرار الذي يضع حدا ل19 شهرا من التوتر بين البلدين؟ معنا في النقاش من الجزائر دكتور عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية، ومن مونريال من كندا الأستاذ سفيان شويطر المحامي والخبير في القانون الدولي. نتابع بالمناسبة علاقات مع إسبانيا. إسبانيا كان من المفروض تقعد في الحياد، وهذاك هو الشأن، ولكن انحازت إلى المغرب في موضوع الصحراء الغربية. ماشي انحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤولية تاعها، وكانت تصرفات سرية، لأن كنت استقبلت أنا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف، تحدثنا في كثير من المواضيع لأن علاقاتنا مكثفة مع إسبانيا. وفي النهاية اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرا رسالة، حتى الوزراء نتاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداو الملك نتاعو، ما على بالوش. البرلمان الإسباني إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من أحسن الحلول هي الحكم الذاتي، ولا إسبانيا ما خصهاش تنسى إلى يومنا هذا المسؤولية تاعها ما زالتش من الصحراء الغربية. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربية مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدولة المتصرفة حاليا. سي لا بيسونس ادمينسترانت دي سارة اوكسيدونتال، هذه نساوها. الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم، من تلا
ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. لا، هذا هو المشكل مع اسبانيا. استاذ سفيان شويطر، هذا هو المشكل مع اسبانيا. يبدو المشكل حل كنا نسمع له الدكتور عبد الرزاق صغور طبعا حتى بعد وسائل الاعلام الجزائريه قالت بانه الذي تغير انه موقف سانشيز خاصه في خطابه الاخير في الجمعيه الامميه في الامم المتحده لم يشر الى دعم الطرح المغربي، وبالتالي اعتبر تغيرا في الجزائر، ولهذا اعادت سفير وتم اعتماد سفير جديد في اسبانيا. طبعا هناك من ذهب ايضا وسائل الاعلام الجزائريه الى انه الموقف الجزائري كذلك يعني تقديرا لموقف سانشيز الداعم لفلسطين كذلك. أولا السلام عليكم ورحمة الله. أنا قلتها وأكررها اليوم، قلتها عندما وقع ما يسمى بالأزمة الدبلوماسية ما بين الجزائر وإسبانيا، باللي أن القرار الجزائري هو قرار غير مسؤول، وبعد 19 أشهر ثبت ذلك باللي ذلك القرار هو قرار من أشخاص منعدم المسؤولية ومنعدم رؤية البعد. إسبانيا لم تغير الموقف تاعها عندما تكلمت، لأن المطروح هو على المستوى الأطروحتين في قضية الصحراء الغربية هو الأطروحة يا إما الخطة المغربية وهو ما يسمى بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الأراضي، أو ما يسمى بالاستفتاء أو الطرح الآخر وهو إجراء استفتاء حول مصير منطقة المغرب العربية، إما الاستقلال التام على السلطة المغربية وعلى الدولة المغربية أو القبول بهذا. هو الطرحين. الموقف الإسباني لم يتغير، وتكلم على أساس أن يكون في إطار الأمم المتحدة، ولكن في إطار الأمم المتحدة وش هو الموضوعين قد يكون في المستقبل حسب الموازين حسب الإرادة السياسية للقوى الكبرى قد يكون ربما الطرح المغربي حبة من حبة أو كرهة من كرهة. هذه هي العلاقات للأسف الدولية تمشي بهذا السياق. إذن الموقف الإسباني لم يتغير. الجزائر رضخت ورجعت السفير وكانت هناك خسائر. هو في الحقيقة يثبت كذلك المسؤول وانعدام المسؤولية عند أصحاب القرار في الجزائر. هو في الحقيقة تذبذب أصلا، لا نعرف ما هي السياسة أو الاستراتيجية العامة ما يسمى بالدولة الجزائرية في العلاقات. لما لا مقاربة مبدئيا؟ هذا المبدأ الجزائري حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وإسبانيا كان لها موقف تاريخي حيادي. سانشيز غيرها وبطريقة سرية كما كنا نسمع. تبون لهذا كان الموقف رد الفعل الجزائري. أنا أقول لم يغير، لأن لو كان القرار بسحب السفير وتجميد اتفاقية الصداقة إلى آخره وغير الموقف، ربما نقول بأن هذا القرار كان صائب يعني بعد 19 شهر وربما، ولكن القرار الإسباني لم يتغير بالنسبة لموقفها. هذا من جهة. من جهة ثانية أوراق ما يسمى بالأوراق اللعب يعني اللي كانت الحيث أثبتنا أنه عندنا أوراق خاسرة، وهي أننا لم نتمكن من التصلب في المواقف، وفي نهاية الموقف تراجعنا. ربما لأنه في الدبلوماسية قد أتكلم كلام في الجمعية العامة بشكل مبهم بشكل مطاطي نخليك أنت تردي به جماعتك في الجزائر على أساس أن إسبانيا في الحقيقة الأمر تراجعت، وهو لم يرجع، لأن الموقف صريح واضح وضوح الشمس. ما زالت على أساس الحكم الذاتي ولم تنص بشكل صريح أنها ترفض هذا الحل. طيب نسمع، قبل أن نسمع من الدكتور عبد الرزاق صغور نتابع نستذكر حينها. طبعا كان ذلك الموقف الإسباني موقف سانشيز هو الذي دفع السلطات الجزائرية في مارس 2022 إلى استدعاء السفير من إسبانيا.
أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد فورا للتشاور. كان هذا في مارس 2022. طبعا كان هناك تصريحات لتبون عن العلاقة مع إسبانيا، بعدها نسمع ما قاله. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبة للجزائر من إسبانيا حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي، لا هو سيتو. كان جاوا أصدقاء كما كنا احنا دارين أصدقاء فالحكومة مش إسبانيا. مرة أخرى نفرق ما بين الحكومة والدولة الإسبانية. الدولة الإسبانية عندنا معها روابط متينة ومتينة جدا. فيش ما لازمش يتخلوا عن المسؤولية التاريخية نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها. في نفس السياق الذي كنت أشير إليه إلى الجانب الاقتصادي، الدكتور سيف الإسلام كذلك يتساءل للأسف بعد قطيعة دامت لسنتين تكبد فيها المواطن الجزائري خسائر كبيرة، السفير يعود دون زوال أسباب القطيعة، وهي اعتراف حكومة سانشيز الذي شتمته صحافة الإشهار فقط بمغربية الصحراء، وهو القرار الذي سيبقى ساري مفعول بعيدا عن قراءات مشوهة وتبريرية لخطابه أمام الأمم المتحدة، وليس سحب الاعتراف بما المغرب من الاستفتاء كما يكتب دكتور سيف الإسلام بلعطية. الصورة هل تبدو هكذا أم أنه بالعكس إسبانيا تغير موقفها بالنسبة للسلطات الجزائرية وكان هذا الانفراج وهذا التغير في الموقف؟ والله للاسف في الحصص عندما نتكلموا على موضوع نجيبوا موضوع تاع الحياه، يعني الموضوع غزه ولا الى اخره. الانسان الفاقد الحجه على موضوعه. اما متعلق لا تقول لي بلي تغيرت اسبانيا المواقف فيها، فاش تغيرت؟ قالت بلي انه يكون الحل بصح عن طريق الامم المتحده. اكيد هذا نزاع دولي ما بين عده الدول، وهذا موجود في الامم المتحده، وبالتالي الحل سيكون يا اما بالخطه المغربيه يتوافقوا عليها او عن طريق ما يسمى باستفتاء. وانا نقولها لك من اليوم لن يكون هناك استبدال. الظروف لا تسمح بذلك. راح زمان انشاء هذه. نقولها لك هذه من جهه قضيه لابد من مناقشه السياسه الخارجيه، لان هذا الموضوع هذا اليوم يعني حسب ما عرفت انا الموضوع الحصة ولا ما يسمى بالسياسة الخارجية للنظام الجزائري، لأن هذه المواقف ردة الفعل مانيش عارف أنا نسميها لا مسؤولة ولكن عاطفية. تاع كل مرة يستدعيوا سفير فرنسا واستدعوا سفير الجزائر في باريس على قضية أميرة بوراوي. ماذا ومن بعد؟ هل تغيرت فرنسا؟ هل فرنسا سلمت أميرة بوراوي للجزائر؟ قالت نحترمه؟ يا مرجعوا السفير تاع ومن بعد. يعني السؤال مطروح، هذه القرارات هذه اللي اتخذوها وهي قرارات تاع استدعاء سفير البلد للتشاور هي الحد تقريبا هو آخر موقف قبل قطع العلاقات الدبلوماسية. على أي أساس وشو الهدف اللي يريدون الانتظار من لابد من تحديد الهدف الاستراتيجي تحقق منه. ما هي الأهداف اللي تحققت في الجزائر؟ إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية لا أكثر ولا أقل. الجزائر ضعيفة ولست أنا لأقولها، وقالها لافروف اللي هو صديقهم وزير الخارجية الروسي عندما أعطى التبريرات الحقيقية لقبول الدول في بريكس. قال أن قبلناهم اللي عنده المواقف والوزن والمواقف الدولية، يعني ضمنيا الدول التي لم تقبل ما لديها مواقف. هل في رأيك هل تغير موقف الجزائر الآن دبلوماسية؟ هل له علاقة بما حدث بالبريكس والتغير الآن تجاه إسبانيا وربما زيارة تبون وخطاب جديد ودفء جديد مع باريس وربما زيارة إلى باريس؟ هل له ذلك؟ لا. شوف جمال، في العلاقات الدولية يا إما عندك أمرين،
يا اما عندك القوه وتفرض سياستك الخارجيه على سواء في المنطقه وفي العالم وسميها كما تحب انت بالامبرياليه الى اخره، او ان عندك المواقف الاخلاقيه. عندما يقولوا باللي الدول العرب القطر بغض النظر نتفقوا ولا لا نتفقوا، الدوحه اصبحت هي مكه الحج حاليا في الصراع. الكل السفير عفوا الوزير الدفاع الفرنسي مرتين وهو يروح الى الدوحه للتفاوض الى اخره. الدوحه اصبحت نقطه، اهم نقطه او مدينه للالتقاء والنقاش والصفقات تحت الطاوله، سميها كما تحب، فوق الطاوله او تحت الطاوله حول موضوع الغزه. حتى هنيه ما جاش الجزائر، راح الى طهران، من طهران الى الدوحه الى اخره. اذا ما يقولوش الجزائر ما عندهاش حتى مواقف حتى في الساحل خاصه بمواقفها التي وزير الحكومه للانقلابيين في النيجر اعطى موقف صفعه بالنسبه للنظام، عندما قال باللي التلاعب لا مانيبيولاسيون بالنسبه للنظام الجزائري حول قضيه الاقتراح الجزائري تاع 6 شهور مرحله انتقاليه ثم الى اخره. يعني ما تقدرش تلعب الجزائر حتى تدور كوسيط، لان عندما تكون وسيط لابد ان تكون لديك الثقه للطرفين. لا يمكن ان نلعب اصلا وسيط في النزاع في ليبيا، لان عندنا طرف في النزاع وهو حفتر في خلاف مع الجزائر. يعني في الحقيقه ليس لدينا الجزائر اي موقف، لا تؤثر لا في المنطقه المغاربيه ولا في الساحل ولا في العالم العربي ولا في الجزائر اصلا. في الجزائر لو السياسه طمع، وخليني من المشامشيه وكل واحد طامع في مناصب وفي المناصب ولا في الى اخره في المجلس الوطني الشعبي والى اخره، ولا واحد يتابع السياسه لانها منعدمه اصلا، قتلوا السياسه اصلا. الجزائر لا تلعب اصلا دور فيما يسمى بالقمه العرب، بغض النظر الانتقادات التي سنوجهها للقمه العربيه والاسلاميه الى اخره، لا وجود اصلا للجزائر. يعني بشار الاسد المجرم بشار اللي عملت الكل الجزائر على اعاده ارجاعه الى جامعه الدول العربيه، ولكن السعوديه هي التي دخلته مش الجزائر. حضر القمه وما سمعش بالجزائر اللي ما حضرتش الى القمه بوفد يعني اضعف وفد، وهو السفير اعتقد سفير الجزائر في الجامعه العربيه. يعني هو يصلح لانه بغض النظر هو يحوص على مصلحته، يحوص انه يخرج من العزله على الاقل على العزله في الدائره العربيه او الدوله الاسلاميه، وحنا اصبحنا في عزله تامه ولا واحد يجي لنا الى اخره. الصراعات مع الكل، اتخاذ قرارات ارتجاليه غير مسؤوله عاطفيه ولا سبيانيه، يعني عندك نزاع مع الدوله، الكل عندهم سلاح. شكون هي الدوله اللي ما عندهاش صراعات ونزاعات مع الدول؟ يا اخي قطر كان في نزاع وداروا لها حصار، الامارات العربيه والمملكه العربيه السعوديه داروا عليها حتى حصار الى اخره، وكان في ازمه ربما كان تدخل عسكري سعودي اماراتي للانقلاب على الحكم في القطر. ورغم ذلك اللي قام بين امير القطر مع الامير زايد الاماراتي الى اخره. هذه العلاقات حاليا. اما انه ما زالوا في العقليه القديمه، لازم يفهموا باللي العهد تاع القرن العشرين انتهى، نحن في القرن 21 ونرى في العالم العلاقات الدوليه حتى لو كان خلافات لابد من تواصل. يا اخي انت المشكل تاع الصحراء الغربيه